السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بالحبايب، الله يعطيكم الصحة والعافية. تو اتصل فيني واحد من ربعي العزيزين جدا علي، أحمد الحسيني عسى ربي يحفظه، وقال لي أبو عبد العزيز عندنا حلقة قرآن بمسجد شالد هيم اللي باليرموك 5 أيام بالأسبوع من السبت للخميس، حق الشباب من أعمار 12 سنة وأنت صاعد. هذه الحلقة يا جماعة الخير اللي بيدخلها راح يكون بإذن الله عز وجل متقن للقرآن، هي حلقة مجانية. بس أنا الحين بحط لكم الرقم حق التسجيل، اللي يبي يدخل يكون صج صاملها من الشباب، يبي يحفظ منهج الحلقة، ما في يمين يسار، تغيب ما تحفظ عدل مباشرة يقول لك توكل على الله. فما عليكم أمر، اللي بيسجل بهذه الحلقة يكون مستعد انه بإذن الله عز وجل يحفظ ويراجع ويصير عنده ورد يومي، وهي 5 أيام بالأسبوع من السبت للخميس بعد صلاة العشاء، عسى ربي يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلني أقول لكم قصة جميلة جدا أثرت فيني شخصيا. أعرف واحد من الشباب سنوات طويلة، يمكن 10 سنوات، وهو يدعو الله عز وجل إن الله عز وجل يفتح له في درب حفظ القرآن ومراجعته، إنه يكون إنسان متقن لكتاب الله عز وجل، يكون القرآن سلس على لسانه، يستطيع استظهار الآيات عن ظهر قلب، يعيش هذه اللذة، لذة السرد، يصير عنده ورد يومي من كتاب الله عز وجل. يقول سبحان الله، يقول أبدي في طريق القرآن وتعثر، أبدي وتعثر. يقول سبحان الله، يعني تو كلمني قبل أشهر بسيطة جدا في هذه السنة، يقول فتح الله عز وجل علي في هذه السنة وأصبحت اللهم لك الحمد متقن لكتاب الله عز وجل، لا أدع وردي لا بالحضر ولا بالسفر. 10 سنوات من الدعاء ولم ييأس حتى استجاب الله عز وجل دعاءه. صاحب الهدف لا ييأس، ليس من أول شهر ولا شهرين تعثر في حفظك وتنقطع عن الدعاء وتنقطع عن الورد وعن الصبر في هذا الدرب. هذا ما انقطع. يقول لي فترة اللي حجيت فيها بيت الله عز وجل دعوت الله عز وجل أن الله يجعلني من حفظة كتابه. لما أعتمر في وقت الأذان والإقامة، بالسجود في الثلث الآخر من الليل، يقول دائما كنت أدعو الله عز وجل أن الله عز وجل يبلغني أن أكون حافظا لا أتردد في الآيات، متقن لكتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل يؤتيني أفضل ما آتى عباده الحفاظ الصالحين المصلحين. سبحان الله، الله عز وجل أجاب دعاء بعد 10 سنوات. يعني شوفوا متى بلغ الله عز وجل مراده، بعد 10 سنوات. ما في سبحان الله يأس من الدعاء والتضرع والإلحاح على الله عز وجل. لا تستعجل الإجابة، ادعو الله عز وجل وابذل الأسباب وبتشوف الخير قدامك.